طاجين الجلبانه ولا طاجين البازلاء بالدجاج المحمر، تقدروا تسميوه طاجين دجاج المحمر بالجلبانه ولا طاجين المحمر. فوالا دوك وصفه من الوصفات اللي تقدر تكون وصفات رمضانيه. يعني ان شاء الله نبداو في الوصفات هذوك اللي يحمروا الوجه وتاني كيما يقولوا يكونوا بريزونطابل في رمضان ان شاء الله، الى ربي يلحقنا به بخير وعلى خير باذن الله. فوالا مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله جيتكم بهذه الوصفه البنينه والمعمره بالبنه. كما راكم تشوفوا طريفه تاع الدجاج واش متوفر عندكم حسب افراد العائله اكيد. شويه جلبانه وشويه بطاطا، انا زدت عليهم برك حبيبه زروديه، يعني النكهه تقدروا تستغناو عليها. المهم نبدا في التقليه ديريكتومون ما نطولش عليكم. اول حاجه انا هنا ما كاش متوفر عندي الزيت ولا غير كومام هكذاك وجاني او كونترير جا تري بون. دونك دوبت شويه في لوريال كيما شفتوا، درت 2 مغارف كبار باش الدجاج تاعي يتحمر لي مليح وما يلصقليش في لاكوكوت. فوالا تقدروا تستعملوا طاجين عادي ماشي كوكوت. المهم الجلبانه تاعكم تكون طيابه بيان سور، يعني الطيب. كما كنتوا تشوفوا ناخذ وقت في هذيك التقليه ا غون فو وانا نحرك فيه باش ما يلصقليش الدجاج تاعي حتى ياخذ لون. او ميم طون خديت مقلات من جهه واحده اخرى كيف دوبت فيها حبيبه باردون مغرفه تاع مارغارين فلوريال تاع لي بواط اللي وريتها لكم، وحمرت البطاطا تاعي وزروديه يعني الوجه تاعها برك ماشي كامل. دونك في عود ما نقليوها بزاف زيوتي، دونك استعملت هاد التقنيه هذه فوالا باش تجيكم محمره و ميم طون طيبه داخل لاصوص، تجيكم واحد البنه يا خاوتي بزاف شابه. كيما كنتوا تشوفوا هذاك الدجاج خد اللون تاعو، ومن بعد جيت رميت عليه حبيبه تاع البصل متوسطه اللي كنت رحيتها في الغوبو، تقدروا ترابيوها رقيقه. شويه ملح اكيد ما تكتروش صوص بلانش، لازم تكونوا يعني تعرفوا الملح. دونك ديروا شويه زعفران كيما كتشوفوا انا درت زعفران شعره، تقدروا ديروا اون بودر يعطيكم نكهه شابه ولون شباب، وشويه تاع الفلفل الاسود. دونك ما نقدرش نقول لكم شحال حسب يعني الكميه تاع الدجاج اللي ديروها. نخلو هذاك البصل يتقلى في التوابل تاعو كلش على نار هادئه، ومن بعد نولوا ليه. وهنا راني وليت ليه باش نكمل كامل المكونات اللي قعدوا. حطيت هذيك الجلبانه، يعني وريت لكم لا مارك اللي نشريها انا كونجلي، سينوش تقدروا ديروها كما نقولوا بيان فريش، راح تجيب لينا اكثر واكثر واكثر. التوابل اللي زدتهم انا زدت كركم مغرفه صغيره، مغرفه مليحه يعني تكون اكثر من الكركم تاع الكوري ولا الكاري، وزيدوا لها شويه تاع الزنجبيل. فوالا هادو هما التوابل اللي يليقوا لهاد لاصوص. دونك ما نقعدوش في لا ميم صوص روج ولا صوص بلانش. اليوم درنا صوص نقولوا جون هكذا صفراء هكذا بالتوابل تاع الكركم والكوري وهذا السر اللي يعني زدتو دوكا هو لا موطارد الخردل اللي يعطيكم واحد البنه حموضه مع حلاوه تاع الجلبانه. واش نقول لكم تعطيكم واحد يعني المزيج هذا يعطيكم تعادل في الذوق بزاف شباب. صدقون يعني جربوه ردوا لي في التعليقات. تقدروا ديروا هذيك الخردل مع الاول مع البصل كي يكون يتقلى، انا درتها اون ديرني. وسنينات تاع الثوم اكيد راح يزيدوا في البنه هكا كديروهم مع الاخر. درت حوالي 3 سنينات، شفتوا ديك السنينات تاوعي يعني صغار تاع الثوم، وهكا راه يتقلى الطاجين تاعي. قد ما تعطولوا الوقت للتقليه راح يجيكم ابن وابن. ومن بعد نمرقوه بالماء سخون، دونك نمرقوه انيفو ما نمرقوش بزاف في هذا الطاجين باش يعطيكم مرقه خضراء وماشي بزاف مايها كما يقولوا. انا زدت كميه قليله تاع الملح حسب الدجاج وكلش. دونك شوفوا هذيك لاصوص يعني هنا ما كانت يعني مازال ما عقدتش. دوك جيت حطيت لها هذيك الخضر المحمره. تقدروا نتوما تزيدوا خضر البنه اللي تحبوها، يعني تقدروا ديروا نوع واحد اخر تاع الخضره ولا حسب الذوق تاعكم. ونغلق لها هكذا، انا غلقت لها مع الاول كيما شفتوا الجلبانه وحدها وكلش 10 دقائق، عاود حليت لها وحطيت لها الخضر وزدت غلقت لها واحد 10 دقائق واحد اخرين. فوالا على نار بيان سور اقل من المتوسطه باش الدجاج تاعكم ما يطيح لكمش لداخل. ومن بعد حطيتها في هكا في طاجين ولا في امول يروح الفوق. زدت حمرتها شويه بشويه و
يعني حطيت عليها شويه تاع المعدنوس. تقدروا ما نديروا لها عقده تاع القارص. انا في هذه الوصفه يعني جاي فيتي، ما درتش هذيك الخردل اللي يكفيني باش تكون حامضه وتكون بنينه كيما يحب الخاطر. صدقوني جات معسله 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 وبنينه. الفيديو راه يعبر على روحه، والبنات بان كيما يقولوا من وجهها كيما يقولوا. دونك هذه هي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وان شاء الله يكونوا يعجبوكم الوصفات تاع القناه تاعي. نتمنى منكم تشجيعاتكم يعني بالاشتراك وتفعيل الجرس اكيد اللي ما اشتركش، واللي راهم اشترك نقول له دمتم اوفياء. ربي يحفظكم ليا واللي عزاز عليكم. نقول لكم ما تنسوناش بلايكاتكم بتعليقاتكم سواء ايجابيه ولا سلبيه. احنا بكم رانا نطوروا دائما نقول لكم يعني هذه الجمله. نقول لكم بقوا على خير، يعني بون ابيتي، شهيه طيبه. بقوا على خير، تهلاو في روحتكم، نتلاقاو في وصفات واحده اخرى ان شاء الله.